أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الغالين. اليوم بنضبط شغل كايف، بنضبط إن شاء الله أحلى طاجن خضار بالدجاج، طاجن بالنكهة الجازانية. وهذه مقاديرنا ما شاء الله تبارك الله. عندنا هذا الدجاج، دجاج مغسلينه بخل وليمون، طبعا دجاج بجلد. وهذا الطاجن الجميل، طاجن جودة عالية، طاجن مصري ما شاء الله تبارك الله. وشغلنا بيكون بزيت سمسم أرياف صبيان، زيت السمسم البلدي. وأيضا سر النكهة الجازانية بهارات أرياف صبيان. والخضار تحط الخضار اللي تحبها، عندنا جزر، البصل شرايح بالشكل هذا، وبطاطس، والكوسة، والفلفل الرومي، والقرع، والطماطم، والباذنجان، والليمون. وهذه طبعا بهارات مشكلة مخلوطة مع الثوم والفلفل. أول شيء هنحط البصل ونفرشه في الطاجن بشكل جميل. طبعا كل ما كانت كمية البصل كافية أفضل، لأننا نستخدم الطاجن، طبعا الطاجن هيكون بدون إضافة أي ماء. ثم نحط البطاطس. البطاطس طبعا نحطها من تحت، ليش؟ لأنها تحتاج تستوي، تحتاج نار يعني. وبعدها أيضا نحط الجزر، نفرشه بالشكل كذا. الأشياء اللي تحتاج نار وتطول تستوي زي الجزر والبطاطس تكون من الأسفل أفضل. الكوسة أيضا، سلام على الزين. والقرع مهم. وبعدها نحط الباذنجان ونرتبه بشكل جميل. يا سلام. أيضا شوية فلفل رومي، وبعدها نصف شرايح الطماطم. يا سلام. ونديها شرايح ليمون للتنكيه. يا سلام، صارت لوحة فنية ما شاء الله. طبعا بعضهم يسأل يعني ما ينفع تحط كل شيء فوق بعض؟ ينفع، ولكن الشغل مرتب أفضل. طبعا عندنا البهارات هذه زي ما قلنا بهارات مشكلة مخلوطة مع الثوم، هنستخدمها لتتبيل الدجاج، بنخلط معها شوية زيت سمسم، ولكن في الأول هنحط كذا حاجة بسيطة يعني. نضيف على البهارات المشكلة هذه زيت سمسم، نخلطهم مع بعض، نخلطهم مع بعض بالشكل هذا. طبعا زي ما قلنا ثوم مع بهارات مشكلة مع ملح، على طول على الدجاج بالشكل هذا. هذا الدجاج ما شاء الله بعد ما تبلناه، وهذا الطاجن نعطيه رشة ملح. طبعا الدجاج تتبيلة الدجاج مملوحة، لكن هنا لازم نعطي زيادة.
مستخدمين ملح الهيمالايا ما شاء الله. ونزيد أيضا رشة بهارات مشكلة. هذه بهاراتنا المشكلة زي ما قلنا سر النكهة الجزانية. طبعا على كل وذوقه، كثر تقلل حسب الرغبة. وآخر شيء نصف الدجاج من فوق ما شاء الله. وآخر شيء وأهم شيء زيت السمسم. نعطيه رشة زيت سمسم. يا سلام على الزين، زيت سمسم أرياف صبية. وبكذا الطاجن جاهز. ننزله على الفرن لمدة 40 إلى 45 دقيقة على نار متوسطة إلى عالية من الأسفل. وبعد 40 دقيقة نشيل الغطاء من فوق ونولع النار من الأعلى للتحمير 10 دقائق ربع ساعة. بسم الله. وهذا الطاجن نزلناه في الفرن زي ما قلنا لكم. وطبعا يضبط على الجمر، يضبط على الغاز، بس يفضل أن يكون إذا كان على الغاز يكون في صاج فاصل بين النار والطاجن. وبعد 45 دقيقة ما شاء الله تبارك الله شغلنا النار من الأعلى، شلنا الغطاء. شوف كيف ما شاء الله كمية الماء موجودة، ولا أضفنا ولا قطرة ماء، فقط زيت سمسم. وهذا بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله الشكل النهائي لطاجن الخضار بالدجاج. طاجن على النكهة الجزانية. زيت السمسم، هذا زيت السمسم ما شاء الله، الله يبارك. حمرناه زيادة من فوق، والقريب الله يحييه. اذكروا الله يا اخوان. وهنا تظهر الجودة ما شاء الله تبارك الله. هذا الدجاج مستوي وذايب ما شاء الله. الله على الريحة، الريحة في المخيخ ما شاء الله. وهنا نشوف الخضار أيضا مستوية تماما. بسم الله ما شاء الله، شغل فاخر من الآخر.